أنا زهرة، ودي بنتي زينة، ودي حكاية جديدة من سلسلة علمي بنتك. زينة، ماما، في حاجة مضايقاني ومش عارفة إذا كانت غلطتي ولا لأ. قولي يا زينة، أنا دايماً معاكي. أنا دايماً بحاول أكون طيبة مع الناس، بساعدهم، بسلف، بديهم من حاجتي، بس اللي بيحصل إنهم بيتعودوا ويطلبوا أكتر وما بيفتكروني غير وقت الحاجة. يعني بتحسي إنهم بيستغلوا طيبتك؟ أيوة، وبيخلوني أحس إني لازم أوافق. لو قلت لأ أحس بالذنب، ولو وافقت أتعب من جوايا. دي مشكلتنا كلنا يا زينة، إننا نخلط بين الكرم والاستغلال، وبين الطيبة وضعف الشخصية. يعني أكون قاسية عشان محدش يستغلني؟ لأ، بس لازم تعرفي تفرقي. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. يعني لازم يكون لك رأي وقرار وحدود. بس أنا لما بحط حدود الناس بتزعل مني. عارفة ليه؟ لأنهم تعودوا إنك بتقولي نعم على طول، وكل ما حاولتي تبقي واضحة هيفتكروا إنك اتغيرتي، لكن الحقيقة إنك بدأتي تحبي نفسك. طب أنا غلط إني طيبة؟ الطيبة مش غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني اللين والرحمة خلق نبوي. بس كمل الآية بيقول: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني التوازن، مش طيبة دايمة ولا شدة دايمة، لكن طيبة بحكمة. يعني أساعد الناس بس ما اسمحش إنهم يضغطوا عليا. بالظبط، ساعدي وكوني كريمة، لكن لما تحسي إنك بتتأذي يبقى الوقت إنك تقولي لأ، أسفة مش هقدر دلوقتي. بس خايفة الناس تبعد عني لو بطلت أقول أيوة. واللي هيبعد لما تبدأي تحبي نفسك يبقى عمره ما كان بيحبك. الناس اللي بتحبك بجد هتتفهم حدودك وتحترم قراراتك، ومش هتزعل إنك بتحمي روحك. كل يوم بنتي زينة بتتعلم حاجة جديدة، وأنا كمان. علمي بنتك إن الطيبة قوة مش ضعف. علميها تقول نعم بمحبة ولأ بوعي. علميها تحب الناس بس تبدأ بنفسها. بشوفكم في حلقة جاية من علمي بنتك، بالصدق وبحب وبأمان.